وسبحان الله يا اخي، كل ما تستكتر عليا النعمه اللي انا فيها ربنا يكرمني بزياده. يعني انا لاعب 5 نهائي دوري ابطال افريقيا واخد منهم 4 في اخر 5 سنين، وانت مستكتر عليا انا ان العب في كاس العالم للانديه. فانا عايز اركن بقى حته التقليل كلام الاعلام الزملكاوي والناس دي كلها على جنب، واتكلم انا بقى كاهلاوي. المنظر اللي قدامي ده منظر يخليني ماشي في الشارع اقول انا اهلاوي على طول. يعني وانا ماشي في الشارع اقول انا اهلاوي، انا اهلاوي، افضل اتكلم مع نفسي اقول ده منظر فخر وعز للكره العربيه كلها. مفيش واحد يحاول يقلل من اللي النادي الاهلي فيه دلوقتي غير بني ادم حاقد، بني ادم كاره، بني ادم عنده مشكله نفسيه لازم يروح يكشف. لما معلش انا اسف واحد يطلع ولعيب كوره زي الكابتن احمد حسام ميدو يطلع عليه ويقول لك انا مش هشجع الاهلي في كاس العالم للانديه، ده بيدل على ايه؟ بيدل على ان هو اصلا صعبان عليه المكانه اللي النادي الاهلي فيها. انت بقى لو بتتكلموا بتطلعوا تقولوا الوطن والوطنيه والكلام ده كله فانتوا بتتكشفوا اهو. النادي الاهلي بيمثل الكره المصريه كلها، النادي الاهلي بيمثل الوطن العربي كله. الاهلي في حته ثانيه يا جماعه. انت لما تشوف النادي الاهلي في محافل دوليه وانت طالع بتحقد عليها في حاجه زي كده، وبعدين طالع تقول لي انا اكبر قلعه رياضيه في مصر، يا عم تقول اللي انت عايزه. انا بقى فين؟ انا بلعب في كاس العالم للانديه، انا بطل نص القاره. لازم نفوق من اللي احنا فيه بجد والله، لازم تعتبروا ان ده امر واقع، ولازم تعيش مع الامر الواقع ده وتتعايش معاه. النادي الزمالك طول عمره نادي كبير، ولكن اخر 20 سنه كلنا عارفين الزمالك بعيد تماما. بدل ما انا اقعد انا اسف يعني الطم واقول ان ده مش نادي القرن ونادي القرن الحقيقي الزمالك، ارجع تاني واقول نادي الزمالك فين، وارجع اصحح وضع نادي الزمالك والعب دوري ابطال افريقيا واخد حتى الثاني عشان الحق العب كاس عالم انديه. لازم تامنوا ان النادي الاهلي موضوعه في حته ثانيه. انت بقى عايش في موضوع ان انا اكبر قلعه رياضيه في مصر ويفهموك كده، والاعلام الزملكاوي طالع يفهم المشجع المحترم ان انا بحترم جماهير نادي الزمالك، ولكن انت ما طلعتش تقول لي انا النادي الاهلي انا في حته ثانيه. يعني الكابتن هيثم فاروق طالع يقول ايه؟ نادي الزمالك حرام ما يكونش موجود في كاس العالم للانديه. طب يا اخي لما برشلونه مش موجود، ليفربول مش موجوده، روما مش موجود، انديه عملاقه وليها اسامي كبيره مش موجوده في كاس العالم للانديه. ما يقللش من الانديه دي، ولكن هي دي الكوره. الطبيعي ان انت لازم تستوعب، لازم تستقبل، لازم عقلك يستوعب، لان اللي جاي مرار. انا قدامي لسه 5 شهور عشان العب كاس عالم. انا هقعد بقى كمشجع اهلاوي احتفل في ال5 شهور دول بالنادي الاهلي، بكيان النادي الاهلي، باللي النادي الاهلي عامله، ان النادي الاهلي موجود في حدث كبير زي كده. وبعدين ايه؟ هيلعب افتتاحيه كاس العالم للانديه. انت بتقول ايه؟ النادي الاهلي بطل القرن، الاهلي بطل نص الدنيا، الاهلي نادي القرن الافريقي، الاهلي صاحب الانجازات. مش عارف اقول لك. فانت لازم تستقبل ده كويس جدا، ولازم كمشجع لكره القدم لازم تقول ان النادي الاهلي كيانه حته تاني. انا بقى مش هرجع اقول ايه ان بعض من المسؤولين من نادي الزمالك او الاعلاميين في نادي الزمالك بيطلعوا يقللوا من النادي الاهلي. انا لازم بقى اوجه نصيحه لجمهور النادي الاهلي، سيبوا فعلا الكل يتكلم، سيبوا البيدجات الهجاصه تطلع تقول ان النادي الاهلي فرق نادي القرن، النادي الاهلي بيكسب بالحكام، الاهلي فريق ضعيف، الاهلي لولا الحكام بيسندوه، لولا ان هو بقى في المكانه دي. سيبوا الناس دي في حته وخلينا انا في الحته اللي انا فيها. عليك.